ايه افضل منصة تداول استخدم بروكر ايه؟ ازاي اقدر اكون بسحب وبعمل ايداع من اي دولة انا موجود فيها؟ اوكي، ده اكتر سؤال بيتبعت حرفيا كل يوم اعتقد، حتى لو جاوبت عليه مليون مرة، بس مش هجاوب عليه تاني. في الفيديو ده هقول اوريدي كل التفاصيل عن بايبت، البروكر اللي انا شخصيا بستخدمه واللي متاح عليه ان احنا نكون بنتداول انواع اصول مالية مختلفة، فوركس، بورصة امريكية، ميتلز، ذهب، فضة، حتى الكريبتو. بدون أي مبالغة، ده أكتر سؤال بيتسأل حرفيا. يعني كل يوم بالميت 10 مسجات أو كومنتس بتسأل اوريدي: يا رانيا أستخدم أنهي بروكر؟ يا رانيا لو عايزة أتداول البورصة الأمريكية، لو عايزة أكون بتداول الذهب، إزاي إيه أحسن بروكر ممكن أكون بتداول من عليه؟ وأنا هقول لك حاجة، إن الحقيقة إن السؤال ده مش بسيط زي ما الناس فاكرة. لأن البروكر الغلط ممكن يكلفك فلوس من غير ما تحس، مش بس الفيز، لا كمان في السلافج، في الاكسكيوشن، في انك مش قادر تتداول الاسيت اللي انت عايز تكون بتتداوله اصلا. في الفيديو ده هقول لك بالظبط على اي اساس تقدر تكون بتختار البروكر. وهشرح لك ايه انا شخصيا بستخدم بايبت. وباي ذا واي، ناس كتير بتفتكر ان بايبت اصلا للكريبتو بس، ولكن ده مش حقيقي. بايبت هو اوريدي موجود عليه اغلب انواع الاصول الماليه، زي الذهب، الفضه، الميتلز، البورصه الامريكيه، الفوركس، وكمان الكريبتو. فيلا بينا نبتدي ونشوف ايه على اي اساس وازاي ممكن نكون بنختار البروكر، ويعني المشاكل اللي ممكن تكون بتواجهنا لو احنا اخترنا بروكر غلط. خلينا نكون متفقين ان اغلب الناس بتختار البروكر بناء على ايه؟ يعني بناء على اعلان شافوه او حد قال لهم ده كويس، اوكي. مفيش اي معيار علمي، وده النتيجه ان الناس بتفتح حساب على بروكر بعد شهر بتكتشف ان السبريدز عاليه جدا، تحاول تسحب فلوس بتلاقي عمولات مخفيه، ده اذا اصلا عرفت تفتح الاوردر. انا شفت ده كتير جدا في البروكرز العربيه. شفت فيدباكس كتير ان الناس بتحاول يعني تسحب الفلوس بتاعتها، مش عارفه، ممكن الاوردر يفضل متعلق بالايام. عايز تتداول ذهب او اسهم امريكيه، بتلاقي البروكر بتاعك او البروكر اللي انت دخلت عليه ده مش بيدعمهم. عايز تربط بوت او اوتوميشن، مفيش اي بي اي اصلا، اوكي. او الاسوأ، ان البروكر ده مش مرخص اساسا وفلوسك في خطر. ما تجيش تقول لي انا كل البروكرز اللي بيجوا يبعتوا لي في المسج البروكر مرخص وما اعرفش ايه. انا ايش ضمني ان البروكر مرخص؟ ده حاجه الناس بتحط عليها فلوسها، اوكي. ازاي اضمن ان واحد بروكر لسه موجود من اول امبارح عنده فعلا ترخيص وان الفلوس مش في خطر؟ برغم ان هو اصلا اوريدي كلهم، انا لما عملت سيرش عليهم على جوجل، يعني دي ابسط حاجه يا جماعه، كل اعملوا سيرش عليهم على جوجل، شوفوا الناس فعلا بتقيم تجربتها ازاي مع البروكر ده. ده انا في احد البروكرز يعني كان اسمه قوي جدا، ولما دخلت عملت سيرش عليه، هو موجود في الدول العربيه. لقيت اوريدي ان مكتوب جنب كلمه سكام، كان كلمه اسمه على جوجل سكام، اوكي. يعني الناس بتقول ان هو سكامينج لان هم مش عارفين يسحبوا فلوسهم، بيبقوا نايمين، بيلاقوا صفقات بتتفتح وهم نايمين اصلا، اوكي. طيب قبل ما اقول لك اصلا انا بستخدم ايه، اوكي، خليني اكون بقول لك ازاي تفكر صح. خليني اكون بعلمك ازاي تفكر صح، اوكي. لان لو فهمت المعايير انت هتقدر تكون بتقيم اي بروكر بنفسك، ودي اهم حاجه بالنسبه لي في الحياه. انا ما بحبش اكون بدي لشخص حاجه معينه، ولكن احب اقول لك انت ازاي تكون بتعرف اذا كانت الحاجه دي كويسه او لا. وده احد اسباب باي ذا واي ان انا مثلا مش ببيع البود بتاعي، لان انا عايزه الناس اللي فاهمه تريدنج تبقى هي اللي بتختار ان هي تستخدم البود، تبقى هي اللي مختاره ان هي تستخدم الانديكيتورز بتاع جروس اكس. لكن مش حد هو مش فاهم في التريدنج جاي بيستخدم بوت وخلاص عشان عايز يكون بيعمل فلوس، اوكي. ايش ضمنك ان انا مش واحده من ناس كتير جدا ممكن تكون اوريدي عامله بوت اي كلام، اوكي، وبتحاول تكون بتبيعه لك، اوكي. فلازم تبقى انت فاهم تريدنج كويس جدا، لازم تبقى فاهم الاستراتيجي بتاعك انا، لازم تبقى فاهم الريسك مانجمنت بتاعنا، لازم تبقى فاهم انا بفكر ازاي، لان انت هتستخدم بوت انا اللي عاملاه، اوكي. فلازم تبقى فاهم البوت ده مبني على انهي استراتيجيه، اوكي. فقبل ما اقول لك انا بستخدم ايه، خلينا نشوف اصلا ايه المعايير. اعتقد هو واضح اصلا ان انا استخدم بايبت بس والله يعني هو فعلا يستاهل. اول حاجه، اول معيار هو التنوع في الاسيتس، اوكي. يعني البروكر الكويس لازم يكون بيديك وصول لاكتر من سوق. ليه؟ لان الفرص مش دايما في مكان واحد.
يوم مثلا هتلاقي الكريبتو تمام، يوم هتلاقي الذهب طاير، يوم هتلاقي الاسهم الامريكيه نازله، يوم هتلاقي الفوركس فيه فرص. اوكي، لو انت محبوس في سوق واحد انت بتحب نفسك. اوكي، يعني احنا في تريدنج فيو اوريدي احنا نقدر نكون بنشوف الكورليشن. ده احد الاستراتيجيز اللي احنا بخلي الناس اللي بتتعامل معايا التريدنج ان هم يكونوا بيشتغلوا بيها، وهي الاستراتيجي بتاعت ان هو في الريسك مانجمنت لازم يبقى عندنا كورليشن. وليكن مثلا انا دلوقتي مثلا وليكن داخله في السولانا، اوكي، وجات لي فرصه انفستمنت في حاجه ثانيه او تريدنج في حاجه ثانيه، لازم حتى لو جوجل يعني شوف ماركت بعيد عن الماركت خالص، اوكي، لكن انا لازم اكون بتاكد هل في نسبه كورليشن، يعني هل في نسبه تطابق في الحركه ما بين السولانا وجوجل. ما يمكن الاثنين بيتحركوا نفس الحركه. يبقى انا كده لو مقسم المحفظه بتاعتي او الاستثمارات بتاعتي على 10 حاجات وال10 بينهم وما بين بعض تطابق، ده معناهم ان ال10 بيتحركوا نفس الحركه، يعني انا كاني حاطط فلوسي في حاجه واحده. اوكي، فمثلا هنا اوريدي في المرحله دي كانت نسبه التطابق 85%، فالمرحله دي كانت نسبه التطابق تحت الصفر، ده 100 ده معناه ان الاثنين بيتحركوا عكس بعض. اللي فوق ده الانديكيتور، احد الانديكيتورز بتاع الجروس اكس. اوكي، فاحنا عندنا اول معيار هو ان احنا يكون عندنا تنوع في الاسيتس. ليه؟ لان اصلا الكورليشن ما بين الحاجات وبعض لازم يكون عندنا فرص تنوع مختلفه. عايزه اتداول الذهب دلوقتي الكريبتو وقع، دلوقتي الذهب وقع، فعايزه اتداول فوركس، عايزه اتداول بورصه امريكيه. اوكي، فبايبت في حاجه اسمها تريدي فاي بيدينا اكسس ان احنا نكون بنتداول كل ده. اوكي، تاني معيار وهو الفيز والسبريدز. كل صفقه بتفتحها انت بتدفع. السؤال بقى بتدفع قد ايه؟ في البروكرز اللي في بروكرز السبريدز فيها ممكن يكون بياكل نص ارباحها، فلازم تدور على بروكر بسبريد ضيق وعمولات واضحه مفيش مفاجآت. اوكي، المعيار الثالث الاكسكيوشن سبيد، تعرف تفتح الصفقه في وقت قد ايه. اوكي، يعني لما بتضغط كلمه باي الامر لا بيتنفذ في ثواني ولا في تاخير سليبج. اوكي، ده معناه انك بتدخل بسعر غير السعر اللي انت شايفه. اوكي، وده بيفرق خصوصا في السكالبنج او الدي تريدنج. يعني لو انت بتتداول في السكالبنج على فريمات صغيره زي دقيقه او 3 دقائق، ده هيموت الدنيا، هيموت الدنيا حرفيا. اوكي، المعيار الرابع وهو الامان والتراخيص. اوكي، فلوسك لازم تكون في امان. البروكر لازم يكون مسجل ومرخص. اوكي، لازم يكون عنده بروف، لازم يكون في بروف ان هو في حاجه بتضمن لك فلوسك. اوكي، لازم يكون عنده سمعه في السوق، مش شركه ظهرت امبارح وممكن تختفي بكره. اوكي، المعيار الخامس هو ادوات التداول والتشارتنج. البروكر الكويس بيديك ادوات تحليل قويه، مش بس شورت بسيط، لا indicators drawing tools multiple time frames، واحسن حاجه اللي هو كمان بيدعم ميتا تريدر 5 او تريدنج فيو، لان ده المعيار العالمي للمحترفين. اوكي، بايبت باي ذا واي عنده اصلا ديمو اكونت من اقوى الديمو اكونتس اللي موجوده اعتقد وورلد وايد. يعني احنا عندنا كده كده على تريدنج فيو عندنا حاجه اسمها بيبر تريدنج، ده عشان الديمو اكونت لو حد عايز يكون بيجرب بفلوس مش حقيقيه. اوكي، فده بروكر سيميليتر. تمام، وعندنا نقدر نكون بنربط البروكرز بتاعتنا. اسال نفسك بقى سؤال، البروكر اللي انت رايح تشترك فيه ده موجود على تريدنج فيو؟ ما هو لو موجود على تريدنج فيو يبقى ده معناه ان هو بروكر محترم، حتى لو تقييمه زي الزفت بس على الاقل في الحسبان يعني موجود هنا. اوكي، بايبت مثلا موجود هنا والتقييم بتاعه 4.7. اوكي، اعتقد احد البروكرز اللي مشهوره برضه هو باينانس، ولكن طبعا ما فيش وجه مقارنه، ولكن باينانس تقييمه 4.2. اوكي، اما بايبت تقييمه 4.7، يعني انا اقدر من هنا اربط بايبت اوكي واكون بفتح صفقات من هنا بشكل مباشر على طول. فده مثلا الموقع بتاع بايبت. اوكي، وطبعا ليه ابلكيشن على الموبايل وكل حاجه زي الفل. اوكي، فانت من هنا اوريدي هتلاقي كل الفيتشرز اللي موجوده جوه بايبت. حلو، احنا عندنا هنا في الجزء بتاع تريد هتلاقي التريدنج بورتال اللي تقدر من عليه تكون بتفتح الديمو اكونت، هنشوفه دلوقتي. اوكي، لو كمان هنا تريديفاي ده اللي تقدر عن طريقه تكون بتتداول البورصه الامريكيه، تقدر تكون بتتداول الميتلز، الذهب، الفوركس، الكوموديتيز، الانديسز. اوكي، كل حاجه ممكن تتخيلها هي موجوده بالفعل على بايبت. اوكي، تقدر من هنا تكون بتتعامل ديمو اكونت. اوكي، وتكون بتتداول بفلوس مش حقيقيه وكانك بتتداول بفلوس حقيقيه بالظبط. اوكي، يعني انا هعمل لوجن على اكونت جديد وهوريكم. لو انت داخل في خانه اصلا تقدر من عليها تكون بتشوف الشارت بتاعك
تريدنج فيو من جوه بايبت نفسه. اوكي، وتقدر تفتح عليها unlimited indicators من الانديكيتورز البيزك، طبعا مش الانديكيتورز البريميوم اللي الشركات عاملاها، ولكن الانديكيتورز الاساسيه. فانا بفتح دلوقتي اكونت جديد وهوريكم اوريدي الدنيا شكلها عامل ازاي من جوه. حلو قوي كده، انا فتحته. انا هكون بعمل لكم تاني شير سكرين. فهنا تقدر تكون بتعمل ديمو تريدنج. اوكي، ديمو اكونت بفلوس مش حقيقيه، وتقدر تكون بتتداول كانك بتتداول بشكل حقيقي. هتلاقوا زي ما انتم شايفين هنا في خانه اصلا اسمها تريدنج فيو. اوكي، دي تقدروا تفتحوا من عليها unlimited indicators من الانديكيتورز الفري. اوكي، اللي هي الانديكيتورز الاساسيه زي ما شرحت قبل كده في احد الويبينارز اللي عملناها على جروس اكس، وهتلاقوا اوريدي الويبينارز موجوده على موقع جروس اكس في المكتبه المجانيه. دي احد الحاجات اللي انا بحبها جدا في الموقع، هي فكره الرود ماب او الخريطه اللي موجوده فور فري للناس عشان تقدر تكون بتتعلم التريدنج بشكل فور فري. فهتلاقوا عليها 2 ويبينارز او 3 ويبينارز كنا احنا عملناهم بالفعل قبل كده. انا عشان مش موجوده في البيت النهارده اوكي ثواني، هيفتح دلوقتي. النت هنا مش احسن حاجه. من خرج من داره اتقل مقداره، بس عشان انا كنت عايزه اروق دماغي شويه، بس النت هنا مش احسن حاجه عشان في وسط الارياف والكلام ده. فالمهم ان احنا اوريدي هتلاقوا على الموقع بتاع جروس اكس المكتبه المجانيه. المكتبه دي المفروض ان هي عليها 2 ويبينارز. اوكي، فكنت شرحت فيهم الانديكيتورز الاساسيه والبدائل بتاعتها اللي هي البريميوم اللي الشركات عاملاها. هي مش مدفوعه ولكن انديكيتورز موجوده على تريدنج فيو، فمش هتقدر تكون بتستخدمها من اي موقع تاني. تمام. فالانديكيتورز الاساسيه دي خلينا نعتبرها ان دي الحاجه اللي ادت لنا العلم بتاع التريدنج نفسه، زي اللمبه مثلا بتاعت توماس اديسون، والامثله والتطويرات والحاجات اللي معموله ليها دلوقتي. حلو، فهي الانديكيتورز البيزك دي اللي ادت الاساس بتاع المومنتم، الترند، الفوليوم، الفولاتيليتي، وهكذا. حلو، انت من هنا تقدر تكون بتربط تريدنج فيو ببايبت وتفتح الصفقات من هنا اوتوماتيكلي. حلو، يعني من هنا دايركت، مش محتاج تروح تفتح بايبت مثلا على التليفون او حاجه، لا تقدر تكون بتتداول من جوه تريدنج فيو، بتربط الاثنين ببعض. اوكي، فيبقى زي ما قلنا ادوات التحليل، الاوتوميشن والاي بي اي. يعني انا لما عملت البوت بتاعي انا ما كنتش عارفه اكون بربطه باي بروكر، كان الموضوع من اصعب ما يكون. ليه؟ لان مفيش حاجه بتديني اي بي ايز، مفيش حاجه بتديني يعني سهوله فلكسبيليتي في ان انا اعرف اكون بربط الاوتوميشن تول اللي انا عاملاها. احنا في 2026 انا عايزه اكون بربط اوتوميشن تول. اوكي، انا عايزه اكون بفتح حاجه اوتوميتد. اوكي، فاغلب انا شفت اصلا حاجات غريبه في الحته بتاعت البوتس والكلام ده كله. في كذا حد اصلا بعت لي اتنصب عليهم من شخص ما. هو اصلا بيبيع لهم بوت. اوكي، وبيقول لهم ان البوت ده عشان يفضل شغال لازم اللاب او الجهاز يعني يفضل مفتوح. ده كلام اهبل. اوكي، احنا في 2026 والباين سكريبت والاوتوميشن الصحيح بيتم عن طريق باين سكريبت. اوكي، فلو هو شخص مش عارف يوصل للمرحله دي اصلا في الاوتوميشن، فيبقى مفيش اصلا، مش ما يعرفش حاجه في التريدنج. اوكي، فالبوت عادي ممكن يتعمل على تريدنج فيو بباين سكريبت بطريقه سهله جدا. حلو، الفكره كلها في اللوجيك اللي بيتبني عليه الكود. فبعد ما بتخلص الكود وبتعمل له بيبر تريدنج، بتعمل له باك تيستنج. يعني ده مثلا الباك تيستنج بتاع البوت بتاعي. اوكي، عايزه اربطه لايف بقى، عايزه ابتدي اشغله لايف. اوكي، فعشان ابتدي اشغله لايف لازم يكون في بروكر مديني السهوله في ان انا اعرف اكون بربط الاي بي اي. اوكي، البروكر الوحيد اللي اداني الفلكسبيليتي دي هو بايبت، لان بايبت اصلا متطور جدا من ناحيه التكنولوجي والاي بي ايز والكلام ده. فانا عشان كده حسيت ان هو بيفهم. يعني ناس بتفهم، ناس عندها نوع من التكنولوجي قوي جدا، ناس عندها تطور ومواكبه للعصر الحالي. اوكي، اخر حاجه وهي سهوله السحب والايداع. في النهايه انت عايز تقدر تدخل فلوسك وتسحبها بسهوله بدون اي تعقيدات، بدون انتظار اسابيع. والافضل لو بيدعم يو اس دي تي طبعا، لان دي اسرع واسهل وارخص طريقه تعرف تكون بتسحب وبتودع بيها فلوسك. اوكي،
فانا شخصيا بشوف ان مفيش احسن من بايبت. انا اقدر اسحب واودع باي دوله باي كرنسي في العالم في ثواني. اوكي، فانا عشان كده بشوف ان بايبت هو من الوحيد اللي تقريبا مجتمع فيه السبع معايير دول. في بروكرز ثانيه طبعا فيها 1 و2 و3 و4 لا 5 لا وهكذا، لكن ده الوحيد اللي فيه السبعه. فزي ما قلنا التنوع في الاسيت هتلاقوا على بايبت كل انواع الاسيتس، الفيز والاكسكيوشن، السبريدز، الفرق ما بين انت بتفتح الصفقه في الوقت فعلا اللي انت عايزه ولا لا. لو الصفقه قعدت وقت عشان تتفتح فانت هتفتح بفرق، ده هيخسرك انت عموله، هيخسرك جزء من الارباح اللي انت هتعملها. الامان والادوات زي ما شفنا مع بعض، والاوتوميشن. اعتقد ما فيش، ما شفتش اي حد تاني بروكر تاني بيدي سهوله في حته الاوتوميشن والاي بي اي. كمان هو التاني على مستوى العالم، تاني اكبر اكستشينج على مستوى العالم بسبب حجم التداول، وبيستخدمه اكثر من 80 مليون شخص على مستوى العالم. ودي الاسيتس اللي موجوده عليه: الفوركس، الجولد والذهب والفضه، سوري، اليو اس ستوكس، الاويل والكوموديتيز والانديسز والكريبتو طبعا. ده عشان لو انت اوريدي في الحته بتاعه الاي بي اي والبرمجه بتاعه التريدنج بوتس مش هتلاقي اعظم من بايبت عشان تعرف تكون بتربط بيه البوت بتاعك. انا جربت بصراحه بروكرز كتير، وكل واحد فيهم كان فيه مشكله. واحد فيه الفيز عاليه، واحد ما فيش اسهم، واحد ما فيش اي بي اي، لحد ما لقيت ان كل دول اجتمعوا في مكان واحد. اوكي، فكل الاسواق في مكان واحد بالنسبه لي دي كانت من اعظم الحاجات، بلس ان هو بيدي سهوله في فكره ان انا اكون بربط ببرمجه او كده. لان اي تريدر في الدنيا هو عايز يكون بيوصل لمرحله ان هو بيأوتوميت الاستراتيجي بتاعته. انا شخص بحب اكتر رياده الاعمال، لكن في نفس الوقت عايز اكون بستثمر فلوسي. اوكي، وعايزه اكون بحول النولج اللي انا اتعلمتها في التريدنج لبزنس. اوكي، فكان لازم يبقى في حاجه على جنب بتاوتوميت الشغل بتاعي في التريدنج عشان يعرف يفتح ويقفل صفقات وانا نايمه حتى. فكان البوت وقفت في مرحله ان انا مش عارفه اربطه باي بروكر، مش لاقي اي بروكر. فالموضوع كان حرفيا شبه مستحيل لحد ما وصلت لبايبت بالصدفه. فعشان كده اعتقد ان هو من اعظم البروكرز اللي موجودين كمايند سيت وكتطور وكشركه. انا بالنسبه لي ما شفتش حاجه انا بشوف ان هو مش اكستشينج، يعني مش بروكر تقليدي. انا بشوف ان هو فكره تريدي فايل جديده اللي ضافوها، اللي هي فيها الكريبتو، سوري، اللي هي فيها البورصه الامريكيه، الذهب، الفضه، الميتالز، الفوركس، الكلام ده كله. انا ما شفتش حد تاني عمل الحركه دي. فانا عشان كده بشوف ان هو عظيم. الانترفيس كمان بتاعه او الصفحه بتاعته كاستخدام سهله. فانا عشان كده بشوف ان هو في النهايه البروكر ده مش اداه، في النهايه ده شريكك في رحله التداول، فلازم تختاره صح وكل حاجه بعد كده هتبقى اسهل. لو الفيديو ده فادك اتمنى ان انت تكون بتعمل لايك وتشترك في القناه. ما كنتش اتخيل انا اقول كده، بس اشترك في القناه. اوكي، لو عندك سؤال اكتبه في الكومنتات، والتيم هيكون بيبعتوا لي وهحاول ارد عليك في اقرب وقت. وقولوا لي حابين نكون بنتكلم عن ايه في الفيديو اللي جاي بالتفاصيل ان شاء الله. وهسيب برضو تحت في الديسكربشن لو حد عايز يكون بيسبسكرايب لبايبت او بيشترك في بايبت مش عارف يكون بيوصل له، فهسيب اللينك بتاعه في الديسكربشن بتاع الفيديو على قناه اليوتيوب.